اول فكره فيهم بتقول ايهاب جلال قال للعيبه، وصل للعيبه رساله ان انا حتى لو بعد 24 ساعه، حتى لو بلاعب الاهلي انا بلعب كده. وهنا هو وصل رساله باقوى شكل ممكن. بس هو في الفكره الثانيه بترد عليها وتقول لها هل انا كزمالك احتمل نتيجه تاريخيه قدام الاهلي عشان مدير فني يوصل رساله؟ يعني هل ده ثمن كافي لان مدير فني يوصل رساله؟ لا، في اعتقادي ده مش ثمن كافي، لان الاهلي كان مرشح في الماتش ده انه يكسب اكتر من كده بكتير، حتى وان لم يكن استحوذ كتير او هاجم كتير. الفكره الثانيه، طب هل ايهاب جلال بقى، ده السؤال الاصعب شويه، هل ايهاب جلال اصلا عنده من المقدره انه يلعب جيم زون ديفense زي ما تامر بيقول كده واضمن ان اقفل نص ملعبي؟ ده سؤال انا ما اعرفش اجابته، لان انا ما شفتوش ابدا بيلعب دي خالص. فهنا الفكره الثانيه بترد عليها، بتقول برضو ما هو انت قبل كده ياما جربت انك تكون مثلا بتلعب باثنين في نص ملعبك وتيجي في ماتش الاهلي تلعب بثلاثه، النتيجه ايه؟ بتخسر برضو. طب ليه ما يبقاش انت عندك المبادره؟ فهنا السؤال، عندك المبادره؟ جميل. عندك الجرأه؟ ده هايل. الى اي مدى؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل عندك الادوات اللي تخليك قادر تبادر ولا انت بتبادر وخلاص؟ يعني انا دلوقتي جميل ان انا انزل العب ماتش هجومي تمام، يعني وان كنت اميل لراي تامر ان كان خطر جدا بعد 24 ساعه قدام الاهلي انك تغامر بتلقي خساره تاريخيه لمجرد ايصال رساله. الرساله مش للدرجه دي يعني. وسؤال معلش قبل ما تتوجه لسؤال، كلمه من اللي قالها عفيفي، هل هو بيقول ان كابتن ايهاب جلال عمره ما لعب حته المدافع؟ يعني افهم من كده ان هو، ما هو اصل في واقع ابراهيم بيفرض نفسه عليك، ان الاهلي اكثر استقرارا مع كابتن حسام البدري، بطل دوري وكاس السنه اللي فاتت، نهائي دوري ابطال افريقيا، هو المرشح الابرز للفوز، ففي واقع بيفرض نفسه عليك. تمام. كابتن فاروق رايحك في الجزئيه دي؟ يعني عايز اقول برضك ان ايهاب اما قال انا هتحمل المسؤوليه، هو اللي قال يعني انا هتحمل مسؤوليه مباراه الاهلي. في فرق بين انا بلاعب المقاصه او انبي امام الاهلي او الزمالك، وفرق بين بلعب مباراه اهلي والزمالك. هو ده حقيقه الكلام. وانا شايف في الفتره الاخيره الناس بتزعل مني ان انا بتكلم. ليه بس يا كابتن فاروق؟ حقيقه لا، بقعد يعني بقعد اقرا يعني متابع يعني. انا بشتغل في الميديا او بشتغل في التحليل بقالي مثلا من 94. عمري ما كنت متحيز لنادي، يعني عمري في حياتي ما رحت لاتجاه معين، ولا زمالك ولا اهلي، ولا انا راجل زملكاوي، لكن في التحليل انا راجل واضح معاه يعني. انا شايف، وكان انا وجهه نظري في الاستوديو واحنا قاعدين، ان ايهاب جلال ما لعبش بطريقته امام الاهلي. في قنوات تانية او زمايلنا في المحللين تانيين قالوا هيطور في الاداء، التوقيت مش بتاع تطوير. التوقيت ده مش بتاع تطوير اداء، التوقيت بتاع الاعتماد على طريقه اللعب اللي هي القديمه اللي كان شغال بيها نادي الزمالك. هنطور ان يبقى في فتره اللي هي فيها فتره اسبوعين ولا حاجه، يطور في النواحي التكتيكيه للعيبه. اختيار اللعيبه، مش ممكن انا هاجي اجيب لعيبه بقى لها فتره ما تلعبش واقوم حاططها في المباراه، وده اللي حصل يعني. برضك انا زي ما تامر او عفيفي بيتكلموا، احنا بنتكلم في الشكل الخارجي، لكن في المضمون انت محمد ابراهيم حطيته في لسه وبقى له فتره ما بيلعبش. باسم بدات بالمباراه وهو ما بيلعبش. مين تاني يا تامر؟ باسم وايمن حفني. ايمن بصراحه كان من نجوم لقاء كابتن بس انت برضك عايز اقول ايمن عنده الاكثر وعنده الافضل وعنده الاحسن ولا ما عندوش؟ عنده، بس قصدي لما حاجه تيجي تقيمه فنيا في اللقاء، في نهايه اللقاء ما تقدرش تقول كان انا اما يكون عندي لعيب مجتهد ولعيب كويس وراجل فوتبولر كويس ومهاري عالي جدا، طب انا ليه ما احتفظش بيه لغايه ما يبقى فت بدنيا عشان العبه؟ ما انا لما لعبت المباراه اللي فاتت دي بعد كده اشكك بقى في قدراته، في امكانياته، ان هو يلعب 90 دقيقه، ان هو يلعب جمله فيروسيه اسمها مكاسب الهزيمه. مفيش مكاسب في الهزيمه. انت نزلت لعبت الاهلي خسرت 3-0، ده يوم اسود. المفروض كزملكاوي ده يوم اسود. مفيش حاجه اسمها بس فلان كان كويس، بس دي كانت ظريفه، بس دي كانت لطيفه. الكلام ده مرفوض. وفكره ان ناس تحصل لها حاله من حالات الساتسفاكشن او الارضاء او التشبع بان ايه بس كذا حصل، بس مفيش كذا حصل. انت نزلت لعبت الاهلي في مباراه لازم تكسب فيها، الاهلي هو اللي عنده التعادل بالنسبه له عادي، انت لازم تكسب فيها وخسرت 3-0. النهارده يوم كله سلبيات، يوم اسود كرويا عليك كزملكاوي. اي محاوله لتجميل الهزيمه هي محاوله للتماهي
والتعود على فكره الهزيمه. لا اليوم ده هزيمه واللعيبه دول كلهم اخفقوا، في ناس اخفقوا اكتر من ناس، بس التيم ده اخفق. ما اقدرش انا النهارده، انا بتكلم عن نفسي ده وجهه نظر انا، لو انا مثلا بشتغل في النادي او مسؤول في النادي، مش معنى ان في حد مثلا كان فرضا شايلني في الماتش ما اقدرش اروح اعمل له مكافاه ولا اروح اشكره، ولا انت خسرت معاهم. انت يمكن اللوم عليك اقل، النقد ليك اقل، تقييمي ليك مختلف عن تقييمي ليهم، لكن النهارده انت خسرت من الاهلي 3-0. اي كلام عن مكاسب الهزيمه وايجابيات الهزيمه والدروس مفيش دروس مستفاده. انت خسرت من الاهلي 3-0، لازم تتعامل مع الواقع ده، ولازم تتوجع من الواقع ده، ولازم تتالم من الواقع ده عشان تغير الواقع ده ان كنت عايز تغير الواقع ده. بنبتدي بالاهلي والزمالك. كابتن فاروق، شايف التجربه واللقاء، تجربه نبتدي بالنادي الاهلي، فوز كبير 3 اهداف نظيفه، اقترب بشكل كبير جدا من قمه الدوري الممتاز، وزي ما احنا متعودين على مدار السنين اللي فاتت الاهلي لما بيركب الدوري بيبقى صعب ان هو يتخلى عن القمه مره ثانيه. شايف ان كابتن حسام البدري ادار اللقاء بذكاء وقدر يطلع من اللقاء باللي هو عايزه؟ انا عايز اقول برضك النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان بيأدي المباريات وهو عايز يروح للقمه. يعني في هدف من اداء المباريات والمكسب. كان التعادل يمكن كان بيعمل مشكله وغضب عند حسام، وشكله في المؤتمر وفي شكله في المباراه بيختلف عن مكسبه. حسام ادار الفتره الراوند الاولاني النادي الاهلي بشكل جيد جدا. يعني حتى عدد المباريات الاحصائيات، لو شفنا المباريات التعادل الخساره هنلاقي عامل طفره كويسه في النادي الاهلي. النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت يمكن كان في ضغط على حسام او المباريات كتير، لكن هو طبعا بخبراته قدر يتعامل مع فترات التوقف وكثافه المباريات ورا بعض بشكل جيد جدا. النادي الاهلي الاسبوع اللي فات كان عدى الاسماعيلي وركب الدوري. الاسماعيلي راح، ورغم ان في مباراه لكن الاسماعيلي برضك عايزين نقول الاسماعيلي السنه دي ادى بشكل كويس جدا وماشيين باستقرار فني عالي جدا. انا بقول حسام كان هدفه ان هو يخلص الراوند الاولاني على الاقل الاول، وده فاضل له مباراه ممكن يكسب المباراه اللي جايه، يبقى هو ده هدف. واهم حاجه ان انت تبقى بتشتغل فيه هدف، ما تبقاش بتشتغل عشوائي ومش عارف انت رايح فين، انت عايز تكسب وبس او مش عايز تخسر او لكن حسام في فكر موجود عنده، ثقافه بقالها كتير قوي، يعني تراكم في الخبرات، تحول الى ثقافه في الاداء، في النتائج، في احتياجاته من المباريات. ده لو شفنا الهدف ده بتاع وليد، حط المؤمن زكريا بشكل جيد جدا، خطا طبعا. عايزين دايما نقول الهدف بيجي من خطا مدافع ومهاره مهاجم. هنا هتلاقي المهاره بتاعت التمرير ومهاره مؤمن بشكل جيد جدا، والخطا ده كان من نص الملعب، يمكن كنا بنحلل المباراه اللي فاتت. احنا بس عايزين ندي للواحد حقه بصراحه يا كابتن فاروق، من اللعيبه اللي ممكن خلال الفتره اللي فاتت مظلومه بشكل كبير وليد سليمان. وليد سليمان بشوفه من اهم نجوم اللقاء ولعيب المباريات الكبيره. يعني هو انت قلت بقى، لو قلت النقطه المهمه، وليد ما تبحث عنه في المباريات العاديه، لكن في المباريات الكبيره هتلاقي وليد حاجه ثانيه. حتى لو رجعنا 3-4 سنين، الفتره كان فيها النادي الاهلي بيستحوذ على بطولات افريقيه، بطولات دوري، هتلاقي وليد كان من اللعيبه المحوريه في الاداء، بتأدي بشكل جيد جدا. عنده الخبرات، بيطلع خبراته في المباريات الكبيره، وانت عايز الخبرات في المباريات الكبيره يعني. صحيح. بشكل كبير ان الزمالك بيعادل النادي الاهلي في الخبرات. صحيح. لكن النادي الاهلي بيعرف يوظف الخبرات بتاعته في الملعب. اللعيبه عندها خبرات اكتر، فهو عندها ثقه تقدر توظف خبراتها. مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت، النادي الاهلي لعب من بدايه المباراه، يمكن الهدف المبكر ده حول شكل المباراه، واضاعه ضربه الجزاء من الزمالك حولت لشكل المباراه لاتجاه اخر بقى، ان بقى في صعوبه ومشكله ان الزمالك يقدر يخش في جو المباراه. لكن هي مباراه الاهلي والزمالك دي بشكل كبير، هذه ضربه الجزاء دي غيرت مفاهيم الاداء، يعني خلت الاداء بشكل كبير جدا، ورجعت ثقه لعيبه النادي الاهلي وهبطت من الثقه في لعيبه نادي الزمالك. لكن عايز اقول نقطه وهي اخيره، الزمالك يمكن احنا دايما بنقول الزمالك المباراه دي، مباراه الاهلي والزمالك دي بنتكلم على اللعيبه، لكن ما بنتكلمش على المدرب. يعني المدرب ده جه قبل المباراه ب 36 ساعه ولا ب 34 ساعه، ما كانش فيه توقيت مش مناسب ان هو يقدر يشتغل. لكن هو خد القرار ان هو هيبقى موجود مع الفرقه ومسؤول عن الفرقه ومسؤول عن الاداء.